ابو حنان كانوا يختلوه ويشفوه وياكلوه، وقال لك كان المفروض اميل بس نسيت. ما انت متعود تميل من ايام ما جورج بوش كان اما ياخدك في الحوش عند بستين. طب هو ايه اللي حصل يا عمده بالظبط؟ اقول لك يا بيل، وترامبو هو ومراته ميلينيا كانوا عاملين حفله عشاء لمراسلين البيت الابيض في فندق واشنطن هيلتون. يا راجل ده انت لو في هيلتون اللي عندنا هنا في وسط البلد من غير حراسه خالص، العيال بتوع الامن اللي لابسين بدل زرقاء دول ما كانوش خلوا دبانه تعدي، ما غير امريكا واكبر دوله في العالم والامن وبتاع، وكل شويه تطلعوا فيستك. المهم يا بيه ما طولش عليك قول طول يا عمده، ابو حنان قاعد منهمر في الاكل انتوا عارفينه، هم على بطنه، وفجاه صوت ضرب نار. قال لك انا افتكرت صينيه اكل وقعت، ما فيش تمييز خالص، كبر وخرف وراحت منه. اتاري يا بهوات واحد اسمه كول توماس دخل الفندق شايل بندق خرطوش ومسدس وشويه سكاكين على مجوسهم، داخل يشف ويذبح. الغريب بقى بالي العجيب ان كول توماس ده كان بايت في الفندق اللي جاي فيه اكبر رئيس دولة في العالم ومعاه 2500 واحد عازمهم. دخل ببندقية خرطوش ونايم وحاطط المسدس والسكاكين تحت المخدة، والامن بقى بتاع CIA والحرس الجمهوري والخدمة السرية وكل القوات الامريكية قاعدين يشربوا لاتيه الياسمين، وضرب النار والدعك شغال. القوات بقى بتاع السيكريت سيرفيس خدوا على طول ترامب ومرته ملانا وطلعوا يجروا، والضيوف كلهم نزلوا تحت الترابيزة. انتوا عارفين العزومة دي كان فيها قد ايه؟ 2600 شخص. انتوا متخيلين مثلا ممكن الرئيس عندنا هين يبقى عازم خالته، مش هقول لك بقى وفد اجنبي ولا اوروبي ولا ضيوف ولا بتاع، ويحصل معاه حاجه زي كده؟ لا يا بيه الكلام ده ما يحصلش عندنا في مصر. وبعدها ترامب راح طلع على طول بتصريح وقال لك انا المفروض كنت اميل واخد وضع الحمايه، احنا ما عندناش يابا رئيس مجلس محل قريه حتى يميل. يعني احنا عندنا الرئيس السيسي من 2013 وهو مهدد من جماعه منظمه وتمويلات ودول وشغل تحت الارض، وما فيش حتى دبانه طول السنين اللي فاتت ده عدت من قدام الموقف بتاعه. والامريكان اللي عمالين ينظروا على العالم كله في الامن والامان، واحد قبل كده خلى ترامب ينط ويتنطر من فوق المنصه، والنهارده واحد تاني ضرب عليه وقال لك كان المفروض اميل. امن وامان ايه بتاع اكبر دوله في العالم ده اللي يخلوا رئيسهم يميل؟ احنا عندنا هنا رجاله ما بتخفالش، عارفين مين اللي نيته من جواه مش كويسه قبل ما يلبس الشراب وينزل من بيتهم. مش واحد داخل بكوكتيل اسلحه الفندق اللي فيه الريس ومعاه 2600 واحد. وده يا جدعان اللي خلى ترامب بنفسه اعترف ان مصر بلد الامن والامان وفيها اقوى جهاز امني. وانا من مكاني هنا اما اقول للجماعه الامريكان بدل ما تدفعوا مليارات على البوابات الالكترونيه، نبعت لكم 2 بشوات من اللي عندنا يعلموكوا لما تيجي تعملوا حفله ازاي تخلص بسلام، والناس تروح شبعانه لحمه مش شبعانه رعب. عليا الطلاق اللي معاه ربنا ومعاه جيش والشرطه زي بتوعنا ينام ويحط في بطنه بطيخه صيفي. صحفي اهان الرئيس السيسي في مؤتمر كوبرس، ولما سالوه ما تعمل كده قال لك انا منفذ المطلوب مني. ايه الكلام ده؟ ازاي ده يا عمده؟ اقول لك الرئيس السيسي كان ماشي في الطرقه في طريقه للقاعه بتاعه المؤتمر، والصحفيين كلهم واقفين على جنب كده وحاطين حواليهم حواجز، فواحد من الصحفيين اما يسالوا عن السلام في الشرق الاوسط، فطبعا الرئيس السيسي كمل في طريقه ونفض له. هو انت عايز الرئيس تنده عليه كيف يوقف؟ انت فاكره حمو بيكا؟ فالويد بقى قال لامه نسيت تربيه عشان كانت اما تاخد شاور، قال له اقف فين كلمني. فطبعا الرئيس السيسي اتنرفز ووقف وزعق. لا طبعا ما عملش كده لانه ما عملوش اعتبار اصلا. زعيم مصر والشرق الاوسط هيعمل عجله بعجل عيل صغير؟ طبعا هم متعودين على ابو حنان، اول ما بيشوف حديده اما يمسكها ومش اما يعتاجها غير لما اللقاء يخلص فاكره ايس كريم. والصحفيين عادي يجلوا ادبهم عليه وهو يردها لهم، مهاترات بقى مش شغل رؤسا خالص. وعلى الحزين التاني ماكرون اللي مرته اما اتجلم له قدام الاعلام، وشغل يعني مش بتاعنا احنا خالص، مش قيمه اكبر رئيس في الشرق الاوسط دي. طبعا الرئيس ما حطش في دماغه وما عبروش، واذا كان رئيس اكبر دوله في العالم ترامب دعاه مرتين وما راحلوش البيت الابيض، هيروح لك انت في الترجه؟ يطلع بقى جماعه الماء ماء يصطادوا في الميه العكره ويقولوا لك اصل الرئيس السيسي ما ردش عليه لانه مش فاهمه عشان مش عارف يتكلم على الطلاق. لو كان ما يتكلم هولوغريفي مش هيروح يتكلم مع الصحفي في الترجه وهو داخل مؤتمر مهم زي ده. وبعدين انتوا لكم عين تتكلموا عن الانجليزي، هو انتوا فاكرينه زي مرسي؟ نريد ان تكون هناك حضاره فيرسس حضارات اخرى وليس اجنس. فيرسوس حضارات وليس اجينست. مش انتوا القانون فيه انه الدرانك يتمسك ويروح السجن اذا كان درايفنج؟
احنا عندنا بقى الرئيس يتمسك يروح السجن اذا كان زيك. تخيلوا يا اخوات العمده جماعه المأماء اللي كان رئيسهم مرسي اما يتريقوا على الرئيس السيسي عشان مش اما يتكلم انجليزي. يا ده انتوا جايبين البجاحه والثقه دي منين؟ الصحفي بقى لما سالوه اتكلمت ليه كده مع رئيس مصر، قال لك اصل رئيسي في الشغل موصيني اعمل باي شكل لقاء مع الرئيس السيسي لانه اهم شخصيه حضر المؤتمر. فقال لك انا عارف ان ما كنتش هعرف اعمل معاه لقاء، فعملت الحركه دي عشان الفت النظر واقول لرئيسي في الشغل اني حاولت. وفعلا المقطع انتشر في ظرف نص ساعة، والويد الصحفي بقى ترند بمجرد ظهوره في لقطة كده من بعيد جنب الرئيس السيسي. هي يد مصر ورئيس مصر. انت شفتوا ماكرون رئيس فرنسا ما يسلم على الرئيس السيسي باحترام كيف؟ شفت احمد الشارع وهو ما يحاول يفتح معاه كلام كوي يبص له يمين وشمال؟ طب بلاش، شفتوا لما احمد الشارع رئيس سوريا جه يقعد بص لقى الرئيس السيسي واقف راح جام فز وقف هو كمان؟ على فكره انا احترمته بعد الحركه دي. وفي النهايه الرئيس السيسي اكد على حق الشعب الفلسطيني في اقامه دوله على ارضه، وقال مصر عمرها ما تتخلى ابدا عن القضيه بتاعت اخواتها. قولوا لجماعه اللي يخفوا الفروه دي شويه، شيروا لهم وابعتوا لهم ومقولهم